سلام سلام حبوباتي. نبداو ديريكت في الوصفة. لهنا راح ندير لهم دجاج محمر مع البطاطا كما العادة والعوايد. البنات لهنايا للأمانة رانا صايمين اليوم التاسع تاع عاشوراء. لهنا درت كركم زنجبيل راس الحانوت تاع لي صوصوج باسكو ما عنديش العكري خلاص لي وما قدرتش نخرج. الملح فلفل الكحل البنات والمطارد وندير الماء وندخلهم قاعدك نمارينيهم. هنا درت الخل البنات خل تفاح. علاش حبيباتي اليوم يتبعوا بها فيا يفهموني علاش باسكو باش ناكل مع العائله انا ايبان درت خل تفاح ما درتش الخل الاخر مام هو عادي مي للفائده خل تفاح احسن. ودرت المطارد خلطتهم قاعديك عفوا ودرت الماء مازال ما ندير الزيت حتى نماريني الكويس تاعي معاهم قاعديك ومن بعد نحيه وندير الزيت يعني ما نحرمش العائله تاعي نقصت لهم مي ماشي حرمان. البنات واش نقول لكم يعني راه كل شيء واضح البنات في الوصفه هي باينه راكم تتبعوا فيها من جهه نحكي لكم يعني نحكوا مع بعض. بالنسبه يعني بقات في دماغي مسكينه بالنسبه اللي راه عندك الكولون حبيبتي والكونستيباسيون. اول حاجه ننصح بها اختي خرجي العباد المزعجه من حياتك اول حاجه. تاني حاجه حبيبتي كي تجي تاكلي كي تجي تحطي ماكلتك لهنا زدت الثوم البناته كي تجي تاكلي حبيبتي قولي بالعقل امد غير بيان بالعقل واستغلي بماكلتك غير بالعقل وما تهضريش ما تدخليش الهواء. والحاجه النيسيسير تاع الصح حبيبتي خل التفاح قبل الاكل وبعد الاكل استعملي خل التفاح. خل التفاح راه يلينك المصارين يلينهم حبيبتي ويعطيك بكتيريا نافعة في كرشك. علاش راكي تكونستيبي راهي تبقى الماكلة بزاف في كرشك يعني تقعد حتى تتخمر. ونصيحة تاني حبيبتي ما تاكليش بين وجبة ووجبة في وقت ماشي بعيد يعني بين وجبة ووجبة لازم تفوتي 4 سوايع أو 5 سوايع لازم هادي بتلقاي راحتك. والتيزانات تيزانة الكمون الكمون ديريها بالقارص انا نديرها نقطع لها قارص دايره قارص في الكونجيلاتور ولا يكون فري تاني ندير وشربيها والله عاد غير تلقاي راحتك ان شاء الله. تيزانة القرفة كي قلتي لي اني في الديبي تاع السكر على بالك قادرة تبراي من السكر امنيني قادرة تبراي من السكر كي فقتي لنفسك وراكي دايره الكيتو ما شاء الله في شهر عندك مدة شهر ما شاء الله مستمرين إن شاء الله بإذن الله مستمرين. استمري حبيبتي حتى تنتصري على السكر ما يكونش عندك مي. لهنا البنات نسيت الطوماطي شان رجعت نحط فيها مي حبيبتي. نصيحة كي تبراي تشفي من السكر ما ترجعيش الهماج ترجعيش تاكلي بهماج يعني كاو فقدتي ترجعيه ميبا في شهر ترجعيه يعني تكوني خلاص تدربتي كيفاه تاكلي كيفاه ترجعي نرجعوا غير بشويه بحاجه قليله. الكيتو قد من اللي يبانلك باللي صايب بديتي فيه وسهل لك قد من اللي كي تحبسيه راه صعيب يعني نكونوا اذكياء. كي نحبسوا الكيتو لازم نرجعوا بكميات قليله والوجبات ما تعديش الوجبات حبيبتي وجبتين بزاف عليك. وكي ديري لهم الدهون الصحيه واللحم بروتين ولا دجاج ولا اي حاجه لازم تكوني توفري البروتين لازم توفري ميزانيه لصحتك خير من الدواء لازم ديري ميزانيه لصحتك. والدهون الصحيه بالخبز الكيتو راه فيه الدهون الصحيه راه تعودي بصحتك لاباس بيك باذن الله يعني. والتيزانة تاع القرفة صاحبيها كما قلت لك صاحبي تيزانة تاع القرفة تاع تيزانة القرفة راهي تعاونك
إلا قدرتي ديريها 2 خطرات في النهار عادي، 3 أيام 3 أيام لا. الكمون والصيام المتقطع. الصيام المتقطع ننصح البنات جميع وحدة حابة تبدا الريجيم وخايفة، ابداي بالصيام المتقطع. ابداي ب12 ساعة وكلي الوجبة الأولى سناكس معليش بداي ب3 وجبات حتى تبداي تحسي بالشعور بالشبع. تدخلي في الشعور بالشبع، ابدأي بوجبتين ومن بعد حتى تلقاي روحك في ريجيم كيتو موبيد يتسمى بوجبة واحدة كما راهي حالتي راني وجبة واحدة والحمد لله يا رب العالمين. على هذه تشوفوني نوفر لها يتسمى لازم لها بروتين قوي دهون صحي اني وجبة وجبة واحدة وفقط. واش راني نحط لكم راهي وجبة واحدة. لو كان ما لقيتش فيه المنفعة وراني الحمد لله حبيت ننفع خياتي من هذه القناة راني فتحتها جديدة، والهدف تاعي انا من القناة درتها لبناتي. يعني بديت نشوف بناتي بداو يكبروا بداو يروحوا داخلين على غير قراية خدمة بديت راه نحط في الوصفات اللي يحبوها بناتي. ومن بعد كي دخلت لهذا الريجيم قلت علاه ما نشاركش خياتي واش راني منفوعة. يعني أنا تنفعت وراني ننفع فيكم البنات، تبعوني يعني راني بالوصفات من الدار نسرق لنفسي تاني، نعرف كيفاه نطيب لنفسي وانا واقفة نطيب لعائلتي. ها كيما الدجاج راكي شفتيني نحيته ومن بعد هما درت لهم الزيت، على نحرمهم ما نحرمهمش، من بعد حطيت الكويس تاعي من الفوق. هنا الشلاضة الكيتو ياك البصلة والطوماطيش نسبة قليلة راهي الطوماطيش راهي تعتبر من الفاكهة، يبان ما نرفدهاش بزاف راني مازال ما درتش الفينيغريت، هما يحبوها مزيتها ومعمرها خل. انا نحيتها درت لنفسي بالخل التفاح والمطارد وزيت زيتون. بالنسبة للمطارد حبيبتي تدخليه في لي صالات تاوعك بنسب قليلة في الفينيغريت تاعك، وديما الماكلة تاعك ديري لها زيت زيتون من الفوق، ياك مسموح لينا 2 مغارف زيت زيتون من الفوق فوق السلاطة تاعك. قلتي لي نحي السلاطة نو ما تنحيهاش حبيبتي، ديري سلاطة ديري لاصوب كل خضرة، ولاصوب باذن الله نحطها لاختي وتشوفيها وما نكونوش دايرين تعب يعني تعودي حاطتها في كونجيلاتير وتجبدي وتاكلي. ولا هنا وجد معنا كلش البنات راكم شفتوا وريت لكم البلا تاعي انا الشلاضه كل واحد يرفد في الطبسي تاعو ياكلوا. وهنا نقول لكم حبيباتي ما تنسوناش بلي جيم كومونتير بارطاجوا، علاش لا بارطاجوا ماكسيموم حتى نتاعهم الفائده. حبيباتي نقول لكم بصحتنا وبصحتكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله.